تعال اقول لك ازاي تعمل اللقطة دي بأبسط طريقة ممكنة ومجانا. اول حاجة هيكون عندك صورة للمكان وتاخدها وتروح لموديل نانو بنانا او شات جي بي تي ايمج وتديله الصورة وتقول له عايزك تحسن جودتها وتخلي المكان نموذج مجسم 3D. وبعد كده تروح لمكان المحل على الخريطة وتاخد سكرين شوت وتروح لنانو بنانا او شات جي بي تي ايمج وتقول له عايزك تحسن جودة الصورة وتحط ايد ماسكة دبوس احمر على كذا وهنا اقصد المحل بتاعك. وبعد كده هتديله الصورة اللي طلعت وهتديله معاها صورة المجسم ال 3D بتاعت المحل وتقول له عايزك تاخد صورة الخريطة وتشيل الايد والدبوس وتحط مكانهم النموذج المجسم ال 3D بتاع المحل وتخلي الخريطة من حواليه باين انها مقطوعة ومشقوقة زي الورق بحيث ان المشهد يبان ان المحل طالع من تحت الخريطة وقطع مكانه. وبعد كده هتاخد كل الصور دي وتكون مرقمهم وبعدين هتاخد الصورة بتاعة الخريطة اللي فيها ايد ماسكة الدبوس والصورة التانية اللي فيها مجسم المحل على الخريطة وتروح لكلود وتديله الصورتين وتقول له عايز برومبت قوي اعمل بيه فيديو من الصورتين دول بحيث ان بدايته تكون صورة الخريطة وعليها الايد والدبوس ونهايته الصورة اللي فيها مجسم المحل على الخريطة وتكون الحركة بينهم عبارة عن ان الايد بتضغط على الخريطة بالدبوس والخريطة بتبدأ تتقطع وتتشقق ويطلع المجسم من تحتها بطريقة شيك واحترافية مع حركة إبداعية للكاميرا. والفيديو هيكون مدته 5 ثواني وهعمله بكلينج 3 فعايزك تحدد له اللي هيعمله كل ثانية بالظبط وكمان وصيه انه ما يغيرش اي حاجة من ملامح الصورة وخصوصا اللوجو والكلام اللي على مجسم المحل. وبس كده هيديك البرومبت هتاخده وتروح على موقع زي روبانيو وتحط الستارت فريم والاند فريم وتختار المدة 5 ثواني وتقول له جنريت وعلى ما يخلص تاخد صورة الخريطة وعليها المجسم ومعاها صورة المكان الحقيقية وتروح لكلود وتقول له عاوز برومبت قوي اعمل بيه فيديو من الصورتين دول بحيث تكون بدايته صورة الخريطة اللي عليها المجسم ونهايته صورة المحل في الحقيقة والحركة بينهم تكون عبارة عن ان المشهد بينتقل بطريقة سلسة واحترافية والفيديو هيكون مدته 5 ثواني فعايزك تحدد له اللي هيعمله بالظبط كل ثانية وتكرر نفس العملية اللي فاتت تاخد الصور والبرومبت وتعمل المشهد التاني وبعد كده تاخد المشهدين وتجمعهم على اي برنامج مونتاج عندك. بس في تركاية حلوة لازم تاخد بالك منها انك هتاخد المشهدين وتسرعهم شوية بحيث بدل ما يكون الاتنين عاملين 10 ثواني هتخليهم عاملين مثلا 6 ثواني وده هيخلي المشهد اسرع وهيكون شكله اشيك. شفت بعلمك بابسط الطرق اهو. ما تنساش بقى اللايك والفولو ودي هتكون النتيجة النهائية.